أهلا بوصفة جديدة من وصفاتي معكم بنت الصحن، لكن هالمرة بطريقة الرول. يلا مع بعض نبدأ. بحوض العجينة راح نبدأ أول شيء بإضافة المواد السائلة. عندي هنا نص كاس موية بالوصف، وعندي الخميرة، بيض والسكر، الحليب والفانيلا، ونخفقها مع بعض. نخفق المواد السائلة مع بعض وبعدين نبدأ بالدقيق. المواد السائلة مع بعض الآن بالتدريج وبالتبادل ما بين الدقيق والزبدة، تكون بدرجة حرارة المطبخ. رشة الملح. نفس الشيء أثناء العجن راح أضيف كمية حلوة من الحبة السوداء والسمسم المحمص. العجينة تبارك الرحمن عجنتها من 7 إلى 10 دقائق لحد ما التم العجينة ونزلتها على سطح مستوي بالجزء هذا. اللي راح تندهن بالزبدة الباردة أو أبرمها رول بهالشكل. أشوف المقاس المناسب لصينيتي وأقطعها بقطع متساوية وأرصها بالصينية. شايفين قطع متساوية وراح أرصها بالصينية. أكيد لاحظتوا إن بينها فراغات لأنها تبي ترجع تتخمر مرة ثانية. 10 دقائق وندخلها الفرن. نشيل الزبدة عشان ندهن فيها بنت الصحن.